يا لا 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 يا لا لا يا لا يا لا يا لا 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 يا لا يا لا لا يا لا لا يا لا يا لا يا لا 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 يا لا يا لا لا يا لا لا يا لا يا لا يا لا 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 يا لا يا لا لا يا لا لا يا لا يا لا يا لا يا لا يا لا يا لا 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 يا لا يا لا لا يا لا لا يا لا يا لا يا لا 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 هذا الفرح يهدي سرور بوجودكم فاح الغلا نعطي وفا وعذب شعور والقلب ما عمره سلا هذا الفرح يهدي سرور بوجودكم فاح الغلا نعطي وفا وعذب شعور والقلب ما عمره سلا ريح الغلا واسكاب وخوف واحساس من بين الملا والقلب شيد له قصور من فرحته زاد الولا ريح الغلا واسكاب وخوف واحساس من بين الملا والقلب شيد له قصور من فرحته زاد الولا هذا الفرح يهدي سرور بوجودكم فاح الغلا نعطي وفا وعذب شعور والقلب ما عمره سلا هذا الفرح يهدي سرور بوجودكم فاح الغلا نعطي وفا وعذب شعور والقلب ما عمره سلا في داخلي حبن يثور ندركم ما حد مفلا دام الفرح يهدي سرور بوجودكم فاح الغلا بقت غلا واجمل زهور ولا غيركم ما حد مفلا دام الفرح يهدي سرور بوجودكم فاح الغلا هذا الفرح يهدي سرور بوجودكم فاح الغلا نعطي وفا وعذب شعور والقلب ما عمره سلا هذا الفرح يهدي سرور بوجودكم فاح الغلا نعطي وفا وعذب شعور والقلب ما عمره سلا وارحام وعواني من اول وجدد لها والله يجعل ايامنا وايامكم فرح وسعاد خلينا لا من الله ومن هذا الليل السعيد حبينا الوصول الى طرفكم مباركين ومشاركين نسال الله ان يجمع بينهم بالخير المعرسين هذا وصلى الله على رسول الله. ما جديد كل الاعلام مخضوره عندكم والحمد لله ما عاد فيها شيء خابي قدم الله شاب بالرحم بينكم وبين الابن عبد الخالق ونسال الله ان يوفقهم ويبارك لهم ويجمع بينهم في خير ومثلكم يعتز به الواحد يتشرف حقا يعني فاسال الله ان يوفق ويبارك يعني هذا ما حبينا نرد في قولكم وسلامتكم مستحبين فيكم بامر الله عشاء بكره ونرجو ان لا تعتذروا يعني الله يسلمكم كل النبي حلال الله يهديك هذا الفرص ما تتقطع ما في والله ما احد مفاضي ولا احد ولا نسال الله ان يجمعنا بكم على خير ان شاء الله. لا تم ان شاء الله رغبة الجماعة كلهم هذه رغبة الجماعة كلهم والله ولا ودنا التعذر ونعم به والله ونعم احنا نسمع عنكم كل علم طيب والله فيشرفنا أن تشرفونا بكرة عشاء إن شاء الله. الله يسلمكم وزي ما مشايخ كلنا مشكور وكلنا الله يهديك كل اللي عندك
وأنتم ما قصرتم بيض الله وجهكم وأني فيكم مخبور واعتبر أن جينا وحضر عشاكم الليلة من رحيمكم، لكن الجماعة لكم عليه ما قصرتم بيض الله وجهكم. العقيد عايض أو العميد بالأحرى الله يرضيه عزمه صادق وعزيمته في محله، لكن لكم عزيمة عندي خاصة قبل عزيمة الجماعة، يعني هذه مناسبة عامة، لكن أنتم لكم عزيمة خاصة، ثم بعد ذلك الجماعة زي ما عد العميد عايض الله يرضيه، ولا نعذركم. وإذا خلي اليوم إذا وافقونا نعم أنا الأول يلا صلوا على محمد. اللهم صل على رسول الله. أبو فهد رد عليكم وأنا بخدمك في الرد الثاني. أولا أنتم معروفين واللي فيكم مخبور قبل اليوم، ولو ما شهدنا لكم حنا شهد لكم غيرنا، وافين وكاملين ولا يلحقنا بكم مثقال ذره من الشك. اما بالنسبه للظروف ان الاخوان في هذا الاجازه اللي تنتهي بعد بكره، فوالله مثل ما عندكم عندنا، انها عزايم وانها زواجات ومسافرات، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يجمعنا واياكم في مستقر رحمته في الدنيا وفي الاخره. انتم وافين، ورحيمنا ايضا الخاص وافي، لكن الوقت الراهن والله لا نحن وانا متاكد انتم كذلك ما في ليله من الليالي الا في ارتباطات. والله ان جاينا بعضنا من زواج الان مروا خذوا لهم وقفه حتى دقيقتين واعتذروا منهم وجوا معنا، فانما هو نرجو المعذره في هذا الوقت الراهن. اما بالنسبه للرحيم الخصاص فالايام جايه ومتلاحقين على خير، وان شاء الله هذا اول الخير واول العلم الغانم، ونحن متخالفين ان شاء الله. اما في الوقت الراهن والله الجميع كلهم يعتذرون بحكم الارتباطات المسبقه. وصلى الله على محمد. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أولا نحمد الله عز وجل على ما يسر من إتمام هذا الزواج، وأشكر شكرا جزيلا كل من شرفنا في هذه الليلة وأتى، وسواء كان من الرياض أو من خارج الرياض، ويعني أعتبر هذا تشريف لنا في المقام الأول. فالشكر الجزيل مرفوع لكل فرد منكم صغيرا وكبيرا كما يقول، وأهلا وسهلا بكم في جميع الضيوف زملاء عبد الخالق ومن أرحام لهم ضيوف لكنهم أهلهم أيضا طيبين معنا. حياكم الله وحيا الجماعة جميعا، حياكم الله الأول والثاني والثالث. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا أحيي إخواننا القادمين من زهران وإخوان المهندسين، ونقول لهم أسأل الله أن يكتب أجوركم في جيتكم في قدومكم إلى هذا العرس. ونثني أيضا بحضور الشباب أيضا اللي قادمين من برا القبيل وأيضا غير إخوان المهندسين، وأسأل الله يكتب أجرهم. ومن كان أيضا نبارك لمن قد تزوج سابقا من أقاربنا ومن أخواننا، ومن قد تزوجوا أسأل الله أن يتمم عليهم بخير ويتمم أمورهم. ومن لم يتزوج أسأل الله أن ييسر بنت الحلال التي تكون عونا على طاعة الله. ونشكر صحيفة حوالة التي قامت بالإخراج والمونتاج وأشرفت على العرس كاملا، وأسأل الله التيسير في الأمور كلها لنا ولكم. صلى وسلم على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحقيقة هذه ليلة سعيدة وليلة فرح بزواج ابننا عبد الخالق بن أحمد بن فاضل من كريمة الشيخ ورم الله الزهراني رحمه الله. وفي هذه الليلة السعيدة يسرني حقيقة أن أتحدث مع صحيفة حوالة التي أصبحت حقيقة علم لقبيلة حوالة، أصبحت يعني علم للجميع، وأصبحت تعارف لأبناء القبيلة وهمزة وصل بينهم، تواسي المحتاج، تقف مع في كل فرح، تنقل الأخبار أولا بأول لمن وراء هذه الشاشة. فأنا أول من استفاد حقيقة من هذه الصحيفة، ويعني
ما أدري الشكر يعجز عن والكلمات تعجز عن مثل هذا العمل الجبار حقيقة، ونقول والله جبار. ثم أشكر أرحامنا الذين شرفونا بالحضور، وأشكر جماعتي جميع كل فرد شرفني بها بالحضور في هذه الليلة، وأعتذر عن كل من لم يحضر في هذه الليلة. أعرف وأجزم أنه لم يتخلف عن الحضور إلا لعذر قاهر، وإلا كان شرفنا بالوقوف أمام ضيوفنا وأرحامنا من زهران. فأشكر الجميع وأكرر شكري لكل من حضر وكل من ساهم وكل بالكلمة وبالحضور وبالوقوف معنا. هذا ما أحببت أن يعني أجعله في هذه الصحيفة الغراء. ألف مبروك للعريس عبد الخالق، ونتمنى له السعادة والحياة، ونشكر صحيفة حوالة على ما قدمت من جهود جبارة، وأتمنى لكم التوفيق والسعادة، وألف مبروك للعريس والوالد. أتمنى للعريس السعادة والتوفيق، وأشكر صحيفة حوالة على جهودها، وأشكر مساعدتكم. الرحمن الرحيم. أولا ألف مبروك للعريس والعروس، بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهم في خير إن شاء الله. ونشكر صحيفة حوالة على التواصل الغير مسبوق صراحة، اللي ربط بين أهل المنطقة هناك في الديرة والمتواجدين خارج المنطقة. أولا الحقيقة فرصة طيبة أن نحضر للعريس ونبارك له وللعروس، ونسأل الله لهم التوفيق، نسأل الله أن يجمع بينهم في خير. الشيء الثاني نشكر الحقيقة الصحيفة على ما تقدمه لأهل أهالي قبيلة حوالة من معلومات يعني باستمرار وكذا، وإحنا حقيقة يعني ندعم هذه الصحيفة ونشكر القائمين عليها جميعا إن شاء الله. شكرا لكم. هذه أول شيء أن يبارك العريس ويرزق بالذرية الصالحة ويفرجهم إن شاء الله ويفك ما بينها، وأشكر صحيفة حوالة على إجراء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في هذه الليلة المباركة، وأقول للعريس عبد الخالق بن أحمد بن فاضل بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير، والله يرزق الذرية الصالحة وعقبال المصور إن شاء الله، وعقبال أخوكم المسلمين أجمعين إن شاء الله. يوفقهم ويجمع بينهم في خير ويجعلهم إن شاء الله من أهل الخير وأهل البركة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، كلمتي للعريس أسأل الله أن يبارك لهم وعليهم وأن يجمع بينهم في خير وأن يوفقهم في زواجهم هذا. أما فيما يتعلق بالصحيفة فالحقيقة أن الواحد يعجز عن شكر هذه الصحيفة لما تقوم به من عمل خير طيب جعلت التواصل مستمر بين أبناء القبيلة، لا إذا في الأفراح وحتى في الأحزان كلنا أخبار المرضى حتى نتمكن من زيارتهم. فنسأل الله أن يوفق القائمين عليها ونشد على أيديهم وإلى الأمام. وأيضا إحنا عندنا استعداد بالمساهمة بما يعني يوجهون به القائمين على هذه الصحيفة، إن كان ماديا أو معنويا. وآخر دعوانا أن الحمد لله والصلاة والسلام. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أبارك العريس ووالد العريس بالرفاه والبنين، وأتمنى لهم حياة سعيدة وفي مقبل الأيام بإذن الله. فيما يتعلق بصحيفة حوالة طبيعي نتمنى لها كذلك التوفيق، ونتمنى لها مزيدا من الازدهار، وأتمنى مزيد كذلك من الشفافية وإظهار العقول الموجودة بين أبناء هذه القبيلة لإظهارهم وإبرازهم على حيز الوجود، بصفة أن هذه الصحيفة يفترض أن لا تنحاز لجهة عن جهة أو أناس عن أناس آخرين، فيفترض كذلك أن تكون عامة وشاملة للجميع كافة الأطراف. السلام عليك يا رسول الله. اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. بالنسبة لهذا الزواج الله يجعله زواج مبروك، والله يبارك لهم ويبارك عليهم، وأسأل الله أن يجعلهم في أبرك حزة اللافي والمستلفي ويبارك فيهم. وفي الحقيقة نسرنا هذا كثير بالنسبة لأرحامنا ذولا، الله يحييهم إن شاء الله
وسلامتك إن شاء الله. نسأل الله أنه يبارك لهم جميعا وأنه يأخذ بأيديهم إن شاء الله ويجعلهم إن شاء الله ويجعل ذريتهم الصالحين إن شاء الله. حبينا أن نشارك هذه الليلة في أفراح الأخ عبد الخالق، والحقيقة الوقوف مع الجماعة شرف صراحة ولا لنا عذر، وهذا اللي حبينا نقوله إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فرصة اليوم سعيدة أن نشارك الأخ عبد الخالق في الليلة الجميلة اللي فعلا يعني يتمناها كل شاب، فنسأل الله أن يبارك لهم وعليهم ويجمع بينهم في خير، ويتجدد ويتواصل ويستمر الشكر لصحيفة اليوم وحوالة اليوم وعلى رأسها حبيبنا مساعد على التغطيات المستمرة والمتابعة الحثيثة، فلهم منا كل الشكر والتقدير فيما يخدم فعلا المصلحة العامة بشكل عام والقبيلة بشكل خاص، فنسأل الله أن يكتب أجرهم أولا وآخرا، والسلام عليكم ورحمة الله. الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. أولا يا أخي أحني الأخ عبد الخالق أن أسأل الله أن يبارك لهم وعليهم ويجمع بينهما في خير. أما بالنسبة لصحيفة حال فأنا أحيي المنسوبين منها الأخ مساعد عثمان والذين معه، فلهم منا كل الاحترام والشكر والتقدير. صلى الله على نبينا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نبارك لعبد الخالق في الزواج ونسأل الله لهم التوفيق ونشكر لكم على جهودكم الطيبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، نبارك للأخ عبد الخالق ونقول بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير، وأسأل الله أن يوفقهما جميعا الحياة الزوجية. وثانيا نرحب بقبيلتي حوالة وزهران، ومرحبا حيا هلا حياكم الله. ثالثا نشكر صحيفة حوالة، نشكرها على جهودها وعلى رأسهم مساعد الحوالي أو مساعد عثمان الحوالي، وجزاكم الله خير. الزميل عبد الخالق على زواجه، نتمنى له حياة سعيدة إن شاء الله في حياته، في زواجه وفي حياته العملية بإذن الله. الرحيم، أولا أبارك للعريس وعبد الخالق وأقول ألف مبروك كما قال الرسول اللهم صل وسلم عليه، بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكم بخير. ثانيا أشكر صحيفة حوالة وبالأخص مساعد عثمان وعبد الله السويد. مبروك لعريس عبد الخالق. ألف مبروك للعريسين، أتمنى لهم التوفيق والحياة السعيدة، وأشكر صحيفة حوالة. ألف مبروك للعريس عبد الخالق. مبروك للعريس عبد الخالق. بسم الله الرحمن الرحيم، أولا نقول للعريس بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير، أسأل الله لك التوفيق في الدنيا والآخرة، ويشهد الله أن تشرفنا بحضور زواجك أخي عبد الخالق، وندعو لك بالتوفيق والسداد. وأيضا أشكر موقع صحيفة حوالة وعلى رأسهم الأستاذ مساعد لإتاحة هذه الفرصة لي بالمشاركة بالتبريك لأخي عبد الخالق، ونسأل الله عليه التوفيق. بهذا المناسبة أشكرك يا أخي مساعد على هذه اللقاء، كما أشكر صحيفة حوالة ممثلة فيك وفي الأخوان، وأسأل الله الذي لا إله إلا هو يوفقكم. وكما نشكر العريس عبد الخالق، وأسأل الله أن يوفقه ويجمع بينهما على خير وعقبال الذرية الصالحة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا نبارك للعريس وأسأل الله له التوفيق إن شاء الله، كما أشكر الصحيفة التي غطت كل الأشياء كل التمييز لها تقدم، وأتمنى لها التوفيق إن شاء الله، ومن حسن لا أحسن إن شاء الله، وأشكر. الله يوفقه إن شاء الله ويكتب له السعادة في حياته العملية والحياة الفعلية إن شاء الله، ونتمنى لهم التوفيق. السلام عليكم، نتمنى للأخ عبد الخالق دوام التوفيق، الله يسدد لهم ويجمع بينهم بالخير، وسرنا الحضور والتشريف، ونعم الله عليهم وأدام الله عليهم بالأفراح والمسرات. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا أبارك الأخ عبد الخالق وعلى زواجه، وبارك لهما الله وجمع الله بينهما على خير. وثانيا نشكر صحيفة حوالة على التصوير وعلى كل ما بذل منه.
وبارك لحبيبي وأخي عبد الخالق الحوالي، وأسأل الله أن يبارك له في زواجه يجمعهم على خير بإذن الله. بالنسبة لصحيفة حوالة وعلى رأسهم عبد الله سويد وأخي وحبيبي مساعد عثمان، فأقول لكم أنتم شباب مبدعون متميزون متألقون، وأسأل الله أن يوفقكم وإلى الأمام. الصلاة والسلام على رسول الله. أولا نبارك لأخونا عبد الخالق بالزواج، كرمك الله حبيبي. نبارك لأخونا عبد الخالق بزواجه، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك له ويبارك عليه ويجمع بينهما في خير، وأن يجعلها زيجة مباركة. وكما أشكر للأخوان في صحيفة حوالة على جهدهم المشكور والمبذول في الصحيفة وزيادة الوعي في الجماعة. أسأل الله سبحانه وتعالى يكتب في ميزان حسناتهم ويشكر سعيهم ويوفقهم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسعدني في هذه اللحظة المباركة أن نتشرف بانسبانا من قبيلة غامد وزهران وغامد، من أكثر القبائل المعروفة في الجنوب، وصلة اللحم والدم والقرابة بين القبيلتين، ونعتز بقبيلة غامد، وحنا طول عمرك من قبيلة زهران، ونتشرف بهذه الصحيفة، صحيفة حوالة والقائمين عليها، وندعوكم لزيارة متحف قبائل زهران في مدينة الرياض، والله حلو. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أول شيء أبارك لأخوي عبد الخالق وأقول له ألف مبروك إن شاء الله، والله يجعل إن شاء الله أيامه كلها فرح وسعادة وأقبال إن شاء الله بإذن الله أخوانه. ونشكر صحيفة حوالة على تواجدها وتغطيتها لهالمناسبة إن شاء الله. بارك للعريس ونسأل الله أن يوفقه إن شاء الله، يبارك لهم وعليهم ويجمع بينهم بخير إن شاء الله. وبالنسبة للصاحبة نتمنى لها التوفيق والتقدم للأمام إن شاء الله. الله يوفقكم إن شاء الله. بقت غلا واجمل زهور ولا غيركم ما حد فلا، دام الفرح يهدي سرور بوجودكم فاح الغلا. هذا الفرح يهدي سرور بوجودكم فاح الغلا، نعطي وفا وعذب شعور والقلب ما عمره سلا. هذا الفرح يهدي سرور وجودكم فاح الغلا، نعطي وفا وعذب شعور والقلب ما عمره سلا.